يلا ندخل على أحداث الرواية. نديم شخصية غريبة عايشة في المستقبل، عالم بيولوجي كبير بيتكلم عن التطور النفسي واكتشاف الذات، وعن أسئلة وجودية ناس كتير بتسألها لنفسها. شخصية ملحدة، خلينا نقول لحد دلوقتي هي ملحدة، لكن بعدين كل حاجة هتتغير. في البداية كده الرواية من الحاجات اللي بدايتها تبان إنها في المستقبل، هو المذنب اللي الناس كلها مستنياه، وإنه الحدث اللي بيحصل مرة في العمر، وكمان العين التالتة اللي ذكرت في أول فصل في الرواية، وهي عدسة بيلبسها الشخص مربوطة في شريحة وبتتحط في العقل ومرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بتساعده في كل حاجة وبتسجل له كل أحلامه، ودي أهم وظائفها علشان الرواية معظمها مبنية على أحلام وعلى خيالات. وكمان الروبوتس موجودة بشكل طبيعي، والتعامل معاها على إنه شخص عادي بيقدر يعمل حاجات كتير وبيساعد في كل حاجة. في الرواية كمان معلومات علمية دقيقة وحقيقية زي اللي نديم ذكرها انها حدثت. زلزال البحر المتوسط اللي علماء كتير بيتوقعوا حدوثه، نديم في الروايه قال ان كده حصل في المستقبل. ومن الحاجات اللي احمد قالها انه ما حددش زمن الروايه صريح، لكن لو دققنا هنلاقي انه اتحدد في الفصل الثالث من الروايه، زي انه قال ان من 100 سنه تقريبا سيطر على العلماء هاجس الاشعاع الذري، وذكر السنه اللي حصل فيها كده وهي 1970 لما العلماء قدروا يحقنوا الدي ان ايه للنباتات والبكتيريا وبعض الحيوانات بهدف تبديل الصفات الجينية. فلو حسبناها هنعرف ان نديم تقريبا كان في سنة 2070.